ليه مش قادر تسيبها؟ ايه السر اللي بيخليك متمسك بحاجه بتخسرك وبتستنزفك كل يوم وتبقى مش عايز تسيبها؟ هنا احنا بنقع في مشكله اسمها سانك كوست فالسي او فخ اللي فات. يعني بنفضل متمسكين بحاجه خسرانه لمجرد ان احنا صرفنا فيها وقت او فلوس او مجهود. فتلاقي واحد مكمل في علاقه مؤذيه بيقول لك ده احنا بقالنا سنين مع بعض، واحد متمسك بمشروع خسران ويقول لك حرام الفلوس والوقت اللي اتحطوا فيه، واحد بيكمل اكله مش عاجباه خالص لمجرد انه دفع فيها فلوس. وهنا الفخ، مخك بيتعامل مع الماضي كانه سبب عشان يكمل بيه خسارته، مع ان الفلوس اللي اتصرفت خلاص راحت، مع ان الوقت اللي ضاع هو فعلا انتهى. يعني ببساطه انت هنا مش بتاخد قرار بناء على اللي جاي، انت بتاخد القرار بناء على اللي انتهى. وهنا لازم تسال نفسك سؤال: لو انا ما كنتش في الموضوع ده من الاساس هل كنت هبدا فيه النهارده؟ لو الاجابه لا، يبقى انت المفروض تخرج منه دلوقتي، لان الانسحاب اوقات ما بيبقاش فشل، الانسحاب اوقات بيبقى اذكى قرارات. لانك لما هتوقف الخساره النهارده احسن بكتير من انها تكبر وما تعرفش توقفها بعدين. وبقول لي في التعليقات ايه اكتر حاجه انت مكمل فيها لمجرد انك صرفت فيها وقت او فلوس او مجهود.